بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا جبت لكم هذا البسكوير وليه هذا التحفة، سواء في البنة سواء في الشكل. يعني واش نقول لكم، بزاف بزاف بنين. راح نخدموا هذا البسكوير وليه بدون ميزان، راح نخدموه غير بالملعقة فقط، وراح نخدموه ايضا بكريمة الليمون بدون ليمون بدون بيض، وراح تجي ما شاء الله بزاف 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 بنينه. هاد البسكوير اللي يجي منعش، يجي ما شاء الله. يعني تقدروا تحضروه للمناسبات، تقدروا تحضروه للضيوف، تقدروا تحضروه في رأس السنة، يعني كما حبيتوا. وصفة جد رائعة تستحق التجربة. تبعوا معايا الفيديو للأخير هكذا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه نحضروها هي الكريمه تاعنا ولا كريمه الليمون. راح نحطو في كاسرونه كاس ونص من الحليب. الكاس اللي كيلت به هو اللي يرفد 220 مليلتر. راح نضيفوا عليها ملعقه كبيره من المايزينا، ما تكونش معمره بومبي. راح نضيفوا هنايا كيس من الفلون ذوق الليمون. الكيس هنايا اللي يوزن 50 غرام. هنايا الا كان ما لقيتوش يعني ذوق الليمون راهو ناقص شويه، تقدروا تعوضوه بذوق الفانيلا، لكن يعني ضروري ومن بعد تحطوا لاباطاروم نتاع الليمون هكذا باش تغطي لنا ذوق الفانيلا ودير لنا ذوق الليمون. نحركوا هاد المكونات نتاعنا بارد في بارد. قبل ما ندوهم على النار بالفوي، وندوهم على النار حتى يرفدوا لي الغليه. وهامليك هنايا بعد ما رفدوا لي الغليه نحيتهم على النار. دوكا راح نحطوا لهم لاباطاروم نتاع الليمون، هي اللي راح تمدلنا اللون وراح تمدلنا الذوق. انا يعني هاد لي بات اروم ما يخطيونيش كامل من الدار، نشريهم هكايا ونخبيهم، كي نجي نستعملهم نصيبهم واجدين. رايحين نخلطوا هذيك لاباطاروم مع الكريمه نتاعنا حتى تندمج جيدا. بعدها رايحين نجيبوا وعاء يكون هكذايا كبير شويه، ورايحين نفرغوا الكريمه نتاعنا في الوعاء نتاعي هكذا. فرغوها كامل، نهبطوا كامل واش موجود في الكسرونه. بعدها راح نجيبوا البابي فيلم ورايحين نغطيوها اون كونتاكت هكذا باش ما يقيسناش الهواء الكريمه نتاعنا وديرنا فيها هذيك القشره. ومن بعد كي نجيو نطلعوها تقعد لنا شغل محببه. لازم نغطوها جيدا هكذا وهي سخونه، ما نخلوهاش حتى تبرد هكذا باش ما تشكليش هذيك القشره. هكذا نتاكدوا كامل باللي خرجنا منها الهواء وما بقات لنا حتى فقاعه، يعني وراه لاصق في الكريمه تاعي هذا البابي فيلم هكذا باش نتاكدوا جيدا. بعدها نخلوها فوق سطح العامل تدفى شويه وندخلوها للثلاجه حتى تبرد معايا جيدا، ضروري تبرد مليح مليح. دوكا راح نروحوا نخدموا الجينواز تاعي. نجيبوا وعاء نحطوا فيه هنايا 4 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ. نحطوا قرصه ملح، نحطوا 2 مغارف صغار من الفانيلا، وحين نجيبوا الخلاط الكهربائي ونخلطوا هذاك البيض تاعي شويه. بعدها راح نجيبوا كميه السكر اللي عندي اللي هي 5 مغارف كبار، ونبداو نضيفوا في السكر تاعي بالتدريج. يعني نضيفوا ونخلطوا حتى نتاكدوا باللي الكميه الاولى راهي دابت لي يعني شويه. بعدها راح نزيدوا الكميه الثانيه، بعدها راح نجيبوا الكميه الثالثه هكذا. شاك فوا نزيدوا شويه ونخلطوا في نفس الوقت حتى نكملوا كميه السكر اللي عندي اللي هي 5 مغارف كبار. ونبقاو نخلطوا في الخليط تاعي حتى يضاعف الحجم ديالو ونوصلوا لهذا القوام. يعني راح يتخلطوا مده لاباس بها حوالي 10 دقائق وانتم تخلطوا. لازم يطلع الخليط تاعي ويبيض ويضاعف الحجم نتاعو باش تجي لي الجينواز تاعي خفيفه. راح نجيبوا دوكا كميه الزيت اللي هي عندي 5 مغارف كبار، وراح نضيفوها بالتدريج هكذا باش ما يهبطليش الخليط نتاعي. نضيفوها يعني على شكل خيط هكذايا، وفي نفس الوقت رانا نخلطوا. لازم نخلطوا جيدا ولازم نضيفوها بالتدريج. هنا بعد ما خلطنا كمية الزيت تاعي كامل، هنا رايحين نحبسوا الخلاط الكهربائي ورايحين نكملوا غير بالفوي فقط، يعني ما نكملوش بالخلاط الكهربائي. راح نجيبوا دوكا هنايا كمية الفارينة اللي عندنا اللي هي 5 مغارف كبار ولا كاس ناقص اسبوعين بالتقريب. نجيبوا صفايه، ضروري نغربلوا الفارينة تاعنا وراح نقسموها على 3 دفعات. نجيبوا الفوي وغير بالعقل فقط، انا هنايا زربت لكم الفيديو يعني لانه باش ما يجيليش طويل بزاف. ونبقاو نخلطوا من تحت الفوق هكذايا ونخبطوا الفوي غير بشويه فقط. يعني هذه العمليه راح تخلي لنا هذيك الفارينه كاع تتحلي في الخليط تاعي. راح نزيدوا نضيفوا الدفعه الثانيه اللي هي 2 مغارف، وراح نحطوا معاها حوالي نصف كيس من الخميره الكيميائيه هكذا. يعني قسموا الكيس تاعي على 2،
ونصفيو هذيك الفرينه تاعنا هكذايا فوق الخليط تاعي. نزيدو نجيبو الفوي ونبداو نخلطو غير من تحت الفوق كيما راكم تشوفوا، غير بالعقل فقط باش ما يهبطليش الخليط نتاعي. نضيفو الكميه الثالثه اللي هي بقات لي مغرفه، نخلطو من تحت الفوق هنايا حتى نتاكدوا باللي الخليط تاعي راهو كاع منسجم. نزيدو نجيبو لا سباتول ونطلعو من تحت الفوق وندخلو الهواء في الخليط نتاعي. بعدها راح نجيبو سنيوه نتاعنا هنايا اللي تدخل للفرن. راح نخلي لكم المقاسات تاع السنيوه في صندوق الوصف. هكذا نحطو نقطعو بابي كويسون على قد السنيوه تاعي. بعدها راح نحاولوا كيفاه نلصقو هكذا بشويه من العجينه تاعي ولا شويه من الخليط تاعي هكذا باش ما يطيرليش هدايا البابي كويسون. وراح نحطو نفرغوا هذا الخليط تاعي تاع الجينواز فوق البابي كويسون هكذايا، ونحاولوا كيفاه نوزعوه يعني كامل في السنيوه تاعي بشكل متساوي هكذا. في هذا الوقت يعني الفرن تاعي كان ديجا شعلته من قبل كي بديت الخدمه، شعلته على 160 الى 170 درجه مئويه. نزيدو نجيبو كيردون هكذايا ونديرو هاد الخطوط هكذا باش يتسوى لي السمك تاع الجينواز تاعي ويكون يعني متساوي في جميع الانحاء نتاعي. هكذا نروحو نجو حتى يعني نسقموها، نزيدو نخبطوها حوالي خبطه ولا زوج هكذا باش نخرجوا الهواء هذاك اللي الفقاعات هذوك اللي فيها. وراح ندخلوا السنيوه تاعي للفرن يعني حوالي 20 دقيقه، ما تطولولهاش بزاف في الطياب باش ماشي ومن بعد تتكسر لكم الجينواز، يعني 20 دقيقه راح تكون كافيه. نخرجوا الجينواز تاعي هكذايا وهي سخونه، راح نرشوا على الوجه تاعها شويه سكر ناعم هكذايا باش ومن بعد كي نروليوها ما يلصقليش هذاك الوجه. نحوها من السنيوه تاعنا هكذا. نزيدو نجيبو بابي كويسون نحطوه فوق الوجه تاع الجينواز تاعي ونقلبوها عليه هكذا. نحولو كيفاه نحو الحواف تاعي. بعدها راح نحو البابي كويسون تاعنا غير بالعقل فقط هكذايا. نحاولوا كيفاه نحو غير بشويه فقط، يعني في الحواف راح كي شغل الجينواز تاعي اللي تيبس شويه لكن يعني معليش سيسوها، يعني راح تجيكم خفيفه ما شاء الله. المهم كما قلت لكم ما تخلوهاش طول بزاف في الطياب، لانه لو كان طول بزاف في الطياب راح تيبس الجينواز تاعكم وتتكسر لكم كي تكونوا تروليو فيها. ونروليوها بالشكل هذا على بعضها بالبابي كويسون هكذا. ونزيدو نغطوها بطرشونه هكذايا باش نتاكدوا بلي الحواف تاعي ما يدخلهمش الهواء وما يبسوش معايا. ونحطوها بجيه يعني حتى تبرد معايا الجينواز تاعي. في هذاك الوقت راح نروحوا للكريمه تاعنا، كريمه الليمون. بعد ما كانت بردت معايا جيدا راح نجيبوا وعاء كبير هكذايا ونفرغوا فيه هاد الكريمه تاعي. نجيبوا الخلاط الكهربائي ونحاولوا كفايه يعني نخلطوها شويه هكذا باش تتحل معايا هذيك الكريمه. وراح نضيفوا عليها دوكا حوالي كاس الا ربع من بودره الشونتيي. راح نخلطوا هكذايا شويه بالخلاط قبل ما نشغلوه باش ما تطيرليش هذيك الشونتيي. بعدها راح نشغلوا الخلاط الكهربائي ونبقاو نخلطوا في هذه الكريمه تاعي حتى يعني يضاعف الحجم تاعها وتخفف الكريمه تاعي ويتبدل اللون تاعها وتولي بالشكل هذا كما راكم تشوفوا. هاي ليك يعني كريميه ما شاء الله. راح نوقفوا الخلاط الكهربائي، نزيدو نجيبوا لا سباتول نهبطوا الحواف تاعنا يعني هكذا باش تكون الخدمه تاعنا نقيه هكذا. دوكا راح نروحوا نجيبوا البسكويرولي تاعي بعد ما يعني خليناه برد تماما. راح نجيبوه هنايا نحطوه فوق سطح العامل. بالنسبه يعني للتشرب هنايا تحبوا تشربوه تحبوا ما تشربوش، انا المره هذه شربته لكن يعني ما تكترولوش بزاف، لانه لو كان تكترولو بزاف راح يتفتت معاكم ولما تكونوا تروليو فيه راح يتكسر معاكم. ديروا غير شويه. انا كنت درت هنايا حوالي نص كاس من السكر مع كاس من الماء، حطيتهم فوق النار غلاو حوالي 5 دقائق وطفيت لهم النار وخليتهم بردوا تماما وشربت بهم الجينواز تاعي. بعد ما شربت الجينواز راح نجيبو هنايا الكريمه وراح نحطو طبقه لبس بها من الكريمه هكذا باش يجي لي البسكويرولي تاعي بنين وتجي الكريمه فيه يعني بزاف هكذا كي نكونوا ناكلو يعني يجينا بنين. بعد ما حطيناها هكذايا راح نبداو نروليو في الجينواز تاعي هكايا على بعضها ونستعينوا شويه بالبابي كويسون هكذا ونضغطوا عليها ونحاولوا كيفاه نزيروها. بعد ما كملنا رولينا حطيناه في صحن التقديم. راح نجيبوا هذيك الكريمه اللي بقات لي وراح ندهنوها على الوجه تاعي تاع البسكويرولي هكذايا. نحاولوا كيفاه نديروا طبقه لبس بها ونغطيو هذوك
الشقوق ولا هذوك الجينواز تاعي جيدا هكذا. بعدها راح نجيبوا البابي كويسون، راح نقوموا بهذه العمليه هكذا باش نضمنوا باللي الوجه نتاع البسكويرولي راح يكون املس. بعدها راح نجيبوا هنايا السوبر كريم. هنايا سواء تخدموا سوبر كريم منزلي ولا تشروا سوبر كريم اللي يتباع برا بذوق الليمون، ونحاولوا كيفاه نحطوا هكذايا طبقه من الفوق بالشكل هذا هكذا. نحاولوا كيفاه نوزعوها جيدا فوق الكريمه نتاعي هكذا بالشكل هذا. وهذيك اللي تسيح لي في الاسفل راح من بعد نحيها ونقي الطبسيط تاعي. هنايا زدت حطيت شويه نواه كوكو في الحواف تاعي من تحت كما راكم تشوفوا. وهنا هاوليك البسكويرولي بعد ما قطعت له الحواف تاعو زينته بشويه كريمه كانت بقات لي، حطيت له شويه ورق الذهب في الحواف هكايا وشويه دي طرونش تاع القارص. يعني التزيين في الاخير يبقى اختياري، لكن الذوق راهو ما شاء الله انا اللي نضمن لكم الذوق ديالو يعني ولا اروع. فيه واحد البنه خصوصا لمحبي وعشاق الليمون راح يعجبكم بزاف بزاف هذا البسكويرولي. نتمنى تجربوه وتعجبكم الوصفه، واللي يعني تجربوا تخلي لي رايها في التعليقات. راح نقطع معكم هنايا قطعه ونحطوها في صحن التقديم هكذايا باش نذوقوه. شوفوا هنايا الكريمه نتاعي، البسكويت رولي تاعي يعني جا ما شاء الله جا مشمخ. الكريمه نتاعي جات بزاف بنينه ولا اروع، يعني ذوق ما شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم. هكذا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. ما تبخلوش عليا اللي تشوف الفيديو تاعي تهبط دير لي جيم، تخلي لي تعليق مشجع وتابوني في القناه فضلا وليس امرا. ومع السلامه.